وانا في السوبر ماركت ببص في التلاجات لقيت مولتو فرني. احنا جبنا قبل كده فرني كرواسو باتيه وجربناهم، فلقيت بقى البيتزا مارجريتا واللي هي الساده اللي هي دوبك على الخبز. فصراحه استفزتني فقلت هجيبها وحطيتها في التلاجة ونسيت، وولادي عايزين ياكلوا بيتزا. بفتح الفريزر كده اطلع جبنه واطلع شويه حاجات، لقيت الاختراع ده موجود فيها، فقلت طب ما اجربه النهارده واشوف هيعجب الولاد ولا البيتزا بتاعتي تكسب. اول نوع معايا اللي هو بيتزا مارجريتا. انا مش فاكره السعر اللي انا جايباهم ليه اكتر من شهر ونص شهرين، فانا مش فاكره السعر، فانتوا ادخلوا بقى في السوبر ماركت وشوفوا. وانا صراحه طلعته قبلها بحبه كده سايباه من بره، فيعني هيبقى ايه شبه فاكك. تعالوا نفتح كده. يعني عجبني التغليف بتاعها كويس. هو انا دايما بنصح ان الحاجات نعملها في البيت، ما نجيبش حاجه من بره. بس افرض مثلا واحد قاعد عازب لوحده، بنوته في الجامعه وجعانه ومفيش حد في البيت وعايزه تاكل حاجه سريعه، فهي ايه يعني احسن الوحشين زي ما بيقولوا. لا دي الواحده الفرد على فكره. هي يا دوبك فرد، بص هي فرد واحد. فدي اول واحده معانا اهي، حطيتها في الصينيه، والصينيه انا دهنها دهنه زيت خفيفه. نركن دي بقى على جنب ونفتح تاني واحده. يا ريت دي شكلها اكبر عشان دول 3 طبقات بس احنا بقى اللي هنعمله 3 طبقات. اه 3 على 3 3 مش واحده. 3 مش واحده، يبقى دول 3 افراد. بصوا معايا. وميزه برضو ان هم حاطين كل بلوك لوحده، فدي حاجه كويسه. يعني مثلا عايزه اخد واحده فهطلع واحده واعملها. تعالوا بقى ايه دول اركنهم على جنب. بس يعني في نقط ميه كده بس، ودي شكلها يعني هي تقريبا ايه، هي ليه مخرة منها؟ عشان خاطر التهويه وعشان ما تخمرش جامد. هنحط دي انا احشيها على مزاجي صح؟ دي بقى هنحشيها على مزاجنا. طبعا صلصه البيتزا احنا عملناها كتير وانتوا زهقتوا منها. دي صلصه طماطم جاهزه، بحط عليها شويه زيت زيتون وتوم باودر وبصل باودر وشويه زعتر وشويه ملح وشويه فلفل، سنه سكر عشان الحموضه، وبديها التسخين. بصوا بتبقى حلوه قوي. فايه هنشوف بقى بتاعتي اللي هتكسب ولا بتاعت عماد. انا هعمل واحده. ايه ده، عايز تعمل واحده؟ هعمل واحده، ما عملش واحده ليه صغيره. خلاص تعالى. لا مش هاجي، انا هعملها من هنا من مكاني. هتعملها من مكانك؟ اوكي. انت تعملي مرشده. ماشي. احنا عاملين رجيم يا عمي. لا انا مش هاكلها، انا هدوقها بس. احنا هندوق بس. احنا هنأكل الولاد راجعين من المدرسه جعانين جدا يعني، فايه كفايه 3 صلصه يا نرمو. هو انا عايزه ازودها صلصه عشان تبقى طعمها حلو يعني يا عماد. طيب ماشي، اعملي اول واحده هنعملها خضار. هعمل واحده خضار، وفي عندي شويه شاورما كده صغيرين قاعدين من الفيديو اللي فات فهستخدمهم. ماشي. يعني هستخدم كام حبه طماطم كده، مش هحط كتير عشان انا مش عايزاها تبقى مميميه. بس هي ليه العجينه بتاعتها كبيره شويه، يعني سمكها كبير شويه؟ ما هو اكيد مش زي بتاعه البيت يعني يا عماد، عشان تبقى لو عملها رقيقه قوي هتبوظ منه. هتتكسر بسرعه في التخزين. نحط شويه فلفل الوان، كان عندي احمر، شويه فلفل اخضر، شويه زيتون. مش تحط زيتون؟ حط زيتون في الاخر. معايا هنا حبه شاورما صغيرين كانوا زايدين من الفيديو اللي فات فهنستخدمهم. مش عايزين وعايزين تستخدموا خضار بس، عايزين تستخدموا بيبروني، سلامي، قطع لحمه، براحتكم. انا هعمل واحده ساده خالص وهعمل واحده بحبه الشاورما دول. احنا ما بنرميش حاجه في البيت. ايوه ده احلى حاجه. ولو كده كان حد عملهم سندوتش واكلهم يعني. ما شفتهمش انا. لو عماد شافهم كان عمل كده، او فيلو باتير لو شافهم ما كانش عتقهم. خلاص كده. ايوه بص عيني، وحبه زيتون حلوين كده. يعني احنا ايه مدلعينها. المارجريتا دي يا دوبك شويه صلصه مارجريتا هي بص اللي جنبك اصلا ارتفاعها مفيش نص ملي، وانت عامله ارتفاع بوكس فوقيها. مش احنا اللي هناكل يا عماد، لازم ندلعها. ايه الرجاله دي كده. نحط جبنه موتزاريلا. عارفين احلى ما في نرمين ايدها فرطه في الجبنه قوي. تشرير يا عماد. لا بجد ايدك فرطه في الجبنه، هكدب عليك. والله مش حاجات بيتي وهناكل احنا بقى. ايوه ماشي، مش ندلع نفسنا. وغير كده انا بجيب نوع جبنه موتزاريلا حلو. انا ما اعترضتش. وما فيهاش دهون نباتيه. بصوا هدلعها حبه كده وبس. ايه هديها ضغطه كده خفيفه
كفايه كده جبنه عشان عماد هياكلني. لا انا رايي ان بص انا عايز اوريك انتوا مش هتشوفوا الفرق، انت ممكن تلفيهم عشان يفهموا قد ايه ان في فرق بين الارتفاعات اللي انت عاملاها واللي هم عاملينها. في فرق ارتفاع، بصي فرق الارتفاع قد ايه. مش كتير قوي يا عماد روحي يعني. هاتي واحده كمان، جبت صينيه تاني. استنى اجيب صينيه كمان. يلا يلا اشتغل. حلوه اشتغل دي. شايفين ايد الرجاله؟ لا لا يا بنتي استني بس اصبري بقى ما تلخبطيناش، ماشي سيبيها يا سيدي. تطلع حلوه ولا منيله على دماغها. ماشي يا عماد، اعمل اللي انت عايزه. وانا هعمل اللي انا عايزه عشان انا اجيب لك بيبروني. بيبروني. بقول لك لا، في بلاش. الفريزر في الفريزر. يعني ايه عشمت حلقه، يعني عشمت انا وداني وفي الاخر بتقولي مفيش. خلاص في الفريزر يا عماد مش مشكله. بس كده. طب ما تيجي جنبي اسهل. لا لا بالعكس، ده كده احلى بكتير. استني بس استني، سيبيني ماشي. بقى ابدع في البيتزا بتاعتي. عايز تحط ايه؟ امسكي انت بقى دول كده. اتفضل. بص بقى شويه فلفل عشان نغيظ نرمين، بدل ما هي كل مره تعمل لنا بيتزا تقوم مغرقاها لنا حاجات كده غريبه الاطوار. انا بغرق لك حاجات غريبه الاطوار. ممكن تسيبي عماد البيتزا بتاعتي. اكتر واحد ما بيحبش حاجات كتير على البيتزا، يعني المارجريتا دي هتعجبه اكتر من بتاعتي، بس أيوة. انا بحب فيها حشو. لا مش ما بحبش، مش اكتر ما انت حاطط اهو مزود اهو. فلفل بس، ما انا هعملها فلفل وخلاص. وزيتون. لا طبعا مش هحط فيها زيتون. ليه؟ انا ما بحبش الزيتون في البيتزا، دي اذواق شخصيه، انا عايز اعمل واحده فلفل فقط يعني. مش اعمل فلفل. ممكن عشان خاطرك احط لك فلفل لا سيب دول، هحطهم انا في البيتزا الاخيره. طب بص انا هقول لك، انا هعمل جزء منها بزيتون عشان ليكي، عشان انا مش هاكل طبعا كل ده، انا هدوق بس، واعمل الجزء التاني من غير زيتون ليا. ماشي. يبقى النص بالزيتون والنص من غير زيتون. حطي بقى جبنه. احط انا ولا انت؟ لا دي بس حطي، بس خلي ايدك مش فرطه. انا اقول لك حط انت عشان ما انت عايزها ده. عايز الجبنه ما تبقاش طاغيه على طعم البيتزا، عايز الجبنه خفافه كده. حاضر. انا هحط وانت قول لي كفايه. ماشي. لا لسه احط شويه كمان. لا ما كفايه يا راجل. لا حط شويه كمان. ماشي يا عماد. ايوه اضغطي بقى عليه. بس عشان الفلفل يبقى باين من فوق الجبنه. حاضر، ما في حتت ما فيهاش. ماشي، لا حط في الحته دي بس كده، ما تزوديش تاني. دوسي بقى عليها. ماشي يا بنتي بس. اهو نلحسناها له وخلاص. ايوه كده متلحسه، بذمتك كده متلحسه يا شيخه. هات واحدة زيتون كده. لا مش هنحط فيها حاجه من لا فوق. عن ناحية الزيتون عشان خاطر تبقى باينة. هي نديني. باينه فيها زيتون باينه. ماشي. يلا حلو قوي كده. وهنروح ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 8 دقايق ل 13 دقيقة، ده على حسب هي فكة ولا لا. فهروح ادخلها الفرن دلوقتي وارجع لكم تاني بعد ما تستوي. يلا بينا. بصوا ده شكلها بعد ما استوت. دي اول واحدة، دي اللي عندها السلق. ما عندهاش السل يا نرمين، هي فرد واحد يعني، انا لو جبت دي بالنسبه لك اكون مبسوط. دي طبقه بسكوت، انا عايزك توريهم السمك بتاعها لان السمك بتاعها قليل جدا. بصوا يمكن انا سنه يعني ضغطت عليها سنه في التسويه. بصوا بس مفيش خالص سمك. مفيش. بصوا دي تحسي ايه، احنا يعني انت لو هشجعكم تجيبوا هاتوا الساده وانتوا بقى احشوها بقى براحتكم. مستعجلين. خش عليا، انا اللي هقيم النهارده. بصوا بص انا هفرجكم انا عشان نرمين مش بتفرج. وادي العجينه من جوه وادي الحشو بتاعها. قطعت التانية انا كمان. اللي هدوق. بصي دي يا عماد، حطيهم حتى دي جنب بعض. تحس الطبقه بتاعت دي اكتر. شايفين الفرق؟ ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بتاعت نرمين حشوها قد ايه، يجي كيلو كده. خليني ادوق اللي هي المارجريتا. هم حاطين طبقه جبنه صغيره، مش وحشه بس يعني مش حلوه. انا بالنسبه لي محتاجه حشو زياده. بس بالنسبه لفرد لوحده وجعان وما عندوش حاجه يعملها فدي تمام. بصوا بقى دي متغذيه، دي متغذيه. بصوا حتى الجبنه بتشد غير التانية. التانية ما فيهاش جبنه اصلا. بصوا ورني كادو اللي انت عملتيها بقى انت. هدوق دي ماشي. اللي انا عملتها صراحه. دي عندها السل يعني، دي قرمشت برضو من تحت بس فيها الرمق. دي ما فيش خالص. شيل هات بتاعت عماد بقى، هات بتاعت عماد العظمه بتاعتي بقى.
عايز العظمه بتاعتك. اه اوكي. بص يا عماد، ما التانية زي لا 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 اصبري بس، دي اللي انا حشيها بقى، ما انا ادوق انجازي، وانا يعني اللي انا تعبان فيه وشقيان فيه ما ادوقوش. دي خليها على جنب عشان غالبا محدش من العيال هيرضى ياكلها. ممكن تقطعي حته اصغر عشان دي حشوه اقل. اه قطعي دي 7 حتت. انت خدي حته وانا اخد حته وراكي. بص الله، بص بقى الانجاز، شايفين الفلفل طالع منها ازاي؟ ده اسمه فن والله. دوق انت الاول. ما دي زي دي يا عماد. انا هاكل باقي بتاعتي. انت ايه؟ بص دي مش حلوه. عايز الصراحه دي حلوه والفراخ رائعه، بجد الفراخ رائعه. دي كانت التجربه بتاعتنا في بيتزا فورني. مارجريتا صراحه ما عجبتنيش، ناشفه عندها السل، فممكن نجيب العاديه ونحط شويه حشو خفيف برضو هتبقى سريعه. هي فكره لذيذه لو طالب قاعد لوحده، واحد مراته مش قاعده. بس غير يعني كده يوم ما تروحي لا. عند ابوكي انا اشتريها. غير كده شمري واعملي البيتزا بتاعت نرمين احسن بكتير. يلا، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والتيك توك باسم نرمين صبري. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.